والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم خيرة القرون، لأنهم تعلموا هذا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن عندهم شك وارتياب فيما جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما دعا إليه القرآن أو أمر به أو نهى عنه أو حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عقيدتهم وإيمانهم وتوحيدهم مبني على هذين الأصلين. هذا هو المورد والمصدر الذي ينهلون منه ويأخذون منه، لا يعتريهم في ذلك شك ولا أدنى ريب ولا توقف. فما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم اعتقدوه ودانوا به، لأن العلم كما قال ابن القيم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فلم يكونوا في ذلك الوقت في حاجة إلى مصنفات أو مؤلفات لتوضح لهم هذه العقيدة، وهم أصحاب اللسان العربي يقرؤون القرآن ويفهمون الخطاب. وعلى هذا النهج وعلى هذه الطريقة السليمة سار من جاء بعدهم على هذا الهدى وعلى هذا النهج الكامل. التابعون رحمة الله تعالى عليهم مشوا على هذا الدرب وعلى هذا النهج، فلم يكونوا في حاجة أيضا إلى وجود مصنفات أو مؤلفات تبين وتوضح لهم هذه العقيدة.